ورحب بضيفنا اللي شرفنا واللي اهدانا الفيديو اللي احنا شفناه دلوقتي، الاستاذ والمنتج عادل عمار مؤسس مهرجان اوسكار ايجيبت. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، وانا بعزي كل اسره قناه نيل لايف الاستاذ خالد شبانه، وربنا يرحمه ويغفر له ذنوبه. وانا كنت سعيد الحظ ان انا عشت معاه كواليس اللي حضرتك شفتيه ده. التكريم اللي احنا شفناه ده من سنه، كان وقتها لسه رئيس قناه نايل لايف، ولم يتولى رئاسه قطاع قنوات النيل المتخصصه كنائب او كرئيس. بالظبط. وانا بالمناسبه بشكر الاستاذ اسلام المرشدي، هو اللي عمل لي التقرير ده بصراحه، ما تاخرش اول ما قلت له اعمله، فعلى طول. يعني انا مش عايز اقول لحضرتك يعني هو مأثر فيها جامد جدا، لان انا عشت معاه الكواليس وشفته قد ايه حد متواضع وطيب ومحترم، وقد ايه هو بيحب بصدق، مش مدعي الود. وكان نفس الحكايه كان الاستاذ عادل مبارز برضه بيحبه جدا، وربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويصبر اسرته يعني. حاليا رئيس قناه نايل لايف، اللي هي القناه اللي كانت بتنتج برنامج المصورات لتقديم اخويا الكبير الاستاذ عادل مبارز الفنان الكبير. وقتها كنت انا مخرج البرنامج اول ما بدا الاستاذ عادل مبارز، واول ما قعدنا كفريق عمل الاستاذ رحاب زين رئيس تحرير البرنامج وهو دلوقتي، والاستاذ عادل مبارز وانا، وقعدنا خططنا لخروج المصورات للنور، لان عادل بطبعه حكاء، وواحد من الناس اللي بتحب تحكي وتدردش وتقول، عنده هذه المقدره، ويمكن الناس كلها تحب تسمع كلامه او تقعد تستمتع بحكاياته. ف عادل مبارز حقيقي هو عادل مبارز في البرنامج، يعني ما تعبناش انا ورحاب ان نخليه مذيع، اللي هو اساسا كده هو طبيعته كده. فلما الفرق بس في كاميرا بنصورنا اول مره، كاميرا تصورها صح؟ انت كنت دايما تصورها؟ ها؟ المره دي انا قعدت قدام الكاميرا، ده كان حفل الكاميرات، حوالي 9 كاميرات او 8 كاميرات كان البرنامج. وقت ما كانت الاستاذه الاعلاميه القديره سلمى الشماع كانت رئيسه القناه وقتها، وعملنا برنامج انا بزعم من احلى البرامج اللي طلعت في تاريخ البرامج النوعيه دي او برامج النوعات، وبالنسبه لي انا واحد من اهم البرامج اللي انا عملتها في السنين بتاعتي يعني كمخرج تلفزيون. اشكرك واشكر الاستاذ عادل على الفرصه الجميله دي، عادل عمار كمان، عادل مبارز فنان عينيه عدسه، يعني اللي بيميز عادل فعلا ان هو صوره فيها دايما التاتش الانساني. احنا بادئين ما شاء الله عاليين جدا، طبعا بقى وهكذا بقى الفنانين زي الاستاذ علي العلوي، الاستاذه لبلبه، يعني كبار النجوم. مش هفتكر طبعا، احنا عملنا حوالي مثلا اكتر من 200 حلقه، 220 حلقه حاجه زي كده، يعني قعدنا من 2006 ل 2011 بنخرج البرنامج. وفرحت طبعا جدا جدا جدا، والبرنامج الحمد لله عمل شغل كان كويس، واستضفت فيه حوالي 230 فنان وفنانه من كل العالم العربي. يعني نجاح عادل في مصوراتي اللي هو ما عملش دور مذيع، هو ده عادل الطبيعي الحقيقي اللي هو بنشوفه في كل حته، اللي هو اساسا لو قابلته في اي مكان هتلاقيه بيتكلم بنفس الطريقه، بنفس الاداء، بنفس الاسلوب. وهو له فضل كبير عليا ان انا يعني عملت معاه مصوراتي واتحط في السي في بتاعتي من افضل البرامج اللي انا شخصيا اخرجتها في حياتي وفي تاريخي. انا وعادل اصحاب من زمان، وكنا عشرة عمر واخويا الكبير، وبدأت العلاقة لما رحاب زين عرضت الفكرة ان احنا نعمل برنامج مصوراتي ويقدمه الاستاذ عادل مبارز. وعادل مبارز زي ما انا قلت على المنصة راجل حكاء، وتحب تقعد تسمع منه وتبقى مبسوط معاه ومن حكايته الى اخره. وفعلا كان البرنامج رائع، البرنامج جميل،
ومن احسن البرامج اللي انا عملتها كمخرج، وكان برنامج على الهوا كمان بيطلع لايف، فما كانش بس فاستمرت العلاقه بعد كده، بقينا اصحاب وبقى هو على طول بنقعد ونخرج مع بعض ونقعد مع بعض ونحكي ونروح نعمل حلقات ونرجع ونقعد. وكان عندنا ورشه عمل كل اسبوع بنقعد نحضر فيها الحلقه بتاعت الاسبوع اللي وراه، نقعد يوم كامل من الصبح بالليل نظبط ونحضر كل حاجه. فعادل حبيبي يعني غالي عليا الحمد لله. هو يعني ده اسلوبي في الاخراج، ان المذيع حتى لو مذيع محترف مش خبير ويبقى مقدم برنامج، ما بحسسوش ان هو مذيع. انا شخصيا ما بحبش احس ان في مذيع، ما بحبش احس كمخرج ان في حاجز ما بين المشاهد او ما بين والكاميرا، ان في حد قاعد في النص اسمه مذيع. فدايما المذيعين اللي بيعملوا البرامج اللي انا بخرجها بيبقى عندهم الاحساس ده. فعادل نفسه كمان مقدم برنامج، خبير في مجال التصوير الفوتوغرافي، فبيقدم برنامج، فشيء طبيعي ما يحسش الاحساس ده. بس الحمد لله ان هو قال كده كمان. انا بهدي التكريم لاثنين، لابويا الروحي في المجال الاعلامي الاستاذ حسن حامد، رئيس مؤسس قطاع قنوات المتخصصه وابويا الروحي زي ما قلت، وللاستاذه الاعلاميه القديره سلمى الشماع، اول رئيس لقناه ناين لايف، واول رئيس اشتغل معاها وانا مخرج جوه القناه، ومسؤول اعداد وتنفيذ وكبير مخرجين الى اخره. فبهدلها برضو الهدايا، لان برضو حتى برنامج المسارات اللي احنا بنتكرم فيه النهارده كان في وقت في عهده. بابا طبعا، انا من وانا صغير وانا بحب جدا اقعد اصور في اي حاجه، من كتر ما كنت بشوف بابا دايما بيصور في الحاجات وكده، فبقت اي حاجه بعدي عليها شكلها حلو بصورها. فاي حاجه بقى من اكل، ظهور، اي حاجه متفرقش، اي حاجه حلوه بصورها. هو فعلا عنده الملكه دي، ان هو بيحب يصور وعنده التكوينات مظبوطه جدا يعني. اقول له مبروك، برافو عليك، انا مبسوط ان انت عملت اكومبليشمنت او نجاح كبير جدا، وطبعا مبسوط له وكل حاجه، يعني هو يعني حقق نجاح كبير. بقول لقناه ناين لايف ان برغم اي صعوبات احنا بتواجهنا كفريق عمل، انا بالصدفه رئيس القناه معايا اخواتي زي حضرتك، زي المعدين، زي المراسلات والمخرجين ومساعدين الاخراج ورؤساء التحرير والاداره وكل الناس. الصعوبات اللي بنواجهها هتزودنا يعني عزم، وهنبقى داخلين قد التحدي زي ما بيقولوا، وباذن واحد احد يعني هنقدر نكمل ونعمل حاجات احسن. فبشكر كل فريق عمل وكتيبه العمل في قناه ناين لايف، اشكركم بجد، انتوا بتعملوا اللي تقدروا عليه، وان شاء الله هيبقى في حاجات احسن قريب باذن الله. بقول مهرجان اوسكار التوفيق دايما، ربنا يوفقكم. الدوره 13 مزيد من النجاح ومزيد من الاستمرار